السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. النهارده ان شاء الله ممكن ناخد اكتر من موديفاير في سلسلة الموديفاير ساعتنا على القناة، عشان انا عايز يعني اعمل كوليكشن كده ما بين موديفاير او اتنين، يعني يبدأوا يدوني نتيجة يعني مرضية. طيب، شيفت ايه وهنزل من هنا كيوب. الكيوب ده خليه زي ما هو كده، تمام، مش هعدل في حجمه، تمام، بس هقول له اس زد 2 بالشكل ده، او ماشي اوكي، خليني اس زد 3، تمام، اقول له انتر. تمام. طبعا انت لما تدوس على حرف الان دلوقتي هتلاقي السكيل عندك فين. السكيل عندك دلوقتي بقى 3، فانت بتقول له كنترول ايه بعد كده اول ترانسفورم عشان السكيل بتاعك يبقى مظبوط. تمام، حلو قوي الكلام ده. بعد كده بتخش على الايديت مود، تمام، رايت كليك سب ديفايد، تمام، مفيش مشاكل. طيب كام سب ديفيجن؟ خليني ازود بالشكل ده، يعني اعتقد كده كويس، 9 10 ماشي، 10 برضو هيكون رقم كويس، ماشي مفيش مشاكل، يعني بالشكل ده. تمام زي ما انت شايف. اوكي بقى كده عندي الاوبجكت. طبعا لو انت ما عندكش الخطوط ديت فانت هتدوس من هنا وتجيب بص، طبعا انا داخل عشان الايديت مود، لا انت بتطلع من الايديت مود بتخش من هنا بتجيب الواير فريم، فتفضل الخطوط دي عندك على طول. تمام، حتى لو انت مش معلم على الاوبجكت تفضل على طول. طبعا انا ما كانتش موجوده عندي، بس كمني كنت معلم على الاوبجكت جوه الايديت مود فهي اوريدي موجوده، لكن لو انت عايزها تفضل موجوده بره الايديت مود فزي ما قلت لك تعمل حاجه زي كده. تمام. طيب كده انا خلاص، دي اول ستيب انا خدتها. الستيب الثانيه انا عايز انزل من هنا حاجه اسمها واير فريم بالشكل ده. لو طلعت من الايديت مود هلاقي الشكل ده بالنسبه لي. بص انا كده جوه الايديت مود، لو طلعت من الايديت مود هتلاقي الشكل ده. هو حول لك اي مش عندك، بيحول اي سيجمنت لاوبجكت بالشكل ده. تمام، عادي جدا لو انت عايز تعمل كيج، قفص، حاجه زي كده. طبعا انت عندك هنا السكنس تقدر تزود براحتك زي ما انت عايز، بس انا عجباني 2. عندك هنا الباوندري، يعني ملهاش استخدام كتير بالنسبه لي يعني. هنا ريبليس اوريجينال، يعني بتخلي ده برضو موجود، يعني بتخلي الاوريجينال موجود، يعني مش بتشيله. تمام. احنا هنعمل كده بس مش بالطريقه دي، يعني احنا هنعمله بس مش بالطريقه دي. تمام، فانا هقول له لا انا عايزه فاضي. تمام. هنا السكنس عندك ايفن، يعني بيعمل سكنس على فوق وتحت، يعني بص بيعملها مضاعفه. تمام، لكن انا مثلا هنا كده لا، هو الحجم اللي هما الاثنين من 10 مللي بس. طبعا دي على اساس بقى اللي انت هتعمله، يعني ما بتفرقش كتير. تمام، الريلاتيف برضو يعني قريبه جدا من حاجه زي كده، برضو ايه ليها علاقه بحجم. فيعني هي كلها اوبشنز، يعني مش ملهاش لازمه بالنسبه لي بصراحه، يعني انا خلاص اخترت الحجم بتاعه، مفيش اي تفاصيل تانية. طيب بعد كده عايز اعمل ايه؟ بص يا سيدي، اول حاجه دلوقتي انا محتاج اعملها ان انا عايز اضيف عليه موديفاير تاني، اد. بعد كده بروح من هنا سيمبل ديفورم، بعد ما اضيف سيمبل ديفورم بلاقي الشكل عندي عمل بالشكل ده، يعني فرقع كده. طبعا انت عندك من هنا اكتر من حاجه بقى، عندك هنا تويست، بند، تيبر، ستريتش. خليني اقفل ده دلوقتي وخليني اخفي الاثنين دول، والاول نعرف دول بيعملوا ايه. شيفت ايه، بعد كده هنزل كيوب، بعد كده تاب، بعد كده هنا سب ديفيجن سيرفاس خليهم لي 10 بالشكل ده. بعد كده هم جاي داخل من هنا، وجاي منزل سب سيمبل ديفورم، واعرف هو بيعمل ايه. مبدئيا ده كده اول حاجه تويست، يعني انا لو عملت كده بيفضل يعمل تويست على الاوبجكت بتاعي، بيعصره كده. بس على اساس ايه؟ على اساس البلان اللي هو عليها. هو دلوقتي على بلان الاكس، كده على بلان الواي، كده على بلان الزد، يعني كده اوكي. هو ده التويست اللي احنا ممكن مثلا نستخدمه. يعني والله شكله كويس، مثلا لو قلت له شيد سموث شكله كويس. طيب لو قلت له هنا بند، هنا ده كده بيتني الاوبجكت. بص كده الاوبجكت بيتنى معاك. تمام، نفس الكلام برضو على محور الواي بيتنى بالشكل ده، على محور الاكس برضو بيتنى بالشكل ده، على حسب انت محتاج ايه. تمام. طيب التيبر هنا بيعمل لك جزء رفيع وجزء ايه، تخين بالشكل ده. تمام، بس هنا المفروض ان في فاكتور ولا مفيش فاكتور؟ لا والله فاكتور ضعيف، مفيش فاكتور هنا. الفاكتور بس هو على اساس ده بس.
تمام، يعني هو ما فيهوش فيه ان هو يدي لك الكيرف اللي ممكن مثلا تستخدمه او حاجه زي كده، مش مشكله عادي يعني. مش مهم. ستريتش طبعا عاده يعني الحاجات اللي يعني التيبر والحاجات اللي زي كده، يعني طبعا استخدامها جوه الجيومتري نود طبعا بيبقى افضل، ولكن انت لسه كبدايه لازم برضو تعرفه في جوه الموديفاير، لكن الجيومتري نود طبعا تقدر تعمل حاجات احسن كده بكتير. الاسترتش هنا اللي هو السكواش والاسترتش، يعني هنا بيسترتش وهنا بيسكواش، يعني هنا بيتضغط وهنا ايه بيتمدد. فطبعا الافضل ان احنا نشرح على الزد عشان تبقى عارف. هو بس كده كانه ايه بيقع، بعد كده ايه، طبعا اكيد انت فهمت الفكره كلها بتبقى عباره عن ايه. والحلو في الموضوع ان انت ممكن تعمل تويست من مكان معين، يعني مثلا هنزل من هنا كده امبتي هنا، واقول له تعالى لي مثلا في المكان ده بالشكل ده كده، واروح على الكيوب بتاعي واقول له خليهولي من على الامبتي. فلما اجي الف كده بص بقى بيلف حوالين الامبتي، شايف بالشكل ده، فهو بقى بيلف حواليه. فطبعا انت لو عندك اوبجكت يعني ناعم شويه تقدر تعمل مثلا سلم او حاجه زي كده، يعني الدنيا تبقى احسن بكتير. لو انا رحت على الامبتي مثلا وحركته كده بعيد شويه فيبقى هو المتحكم. نفس الكلام لو رحت على البايند تمام وعملته كده هيبدا يتني على الاساس ده، بس طبعا يعني بيدي لك نتائج مش متوقعه بصراحه. تمام تيبر معرفش هو عمل كده ليه. تمام طبعا انت لما هتغير بقى انت عندك يعني طبعا مش كل حاجه بتنفع بالشكل ده. تمام انت طبعا لازم تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه عشان ما تبوظش الدنيا. تمام وطبعا الاوبجكت مش سامح بحاجه زي كده، بس انا قلت لك يعني المهم ان انت عندك الاوريجن دوت تقدر تغيره بايه بالامبتي. ماشي انا مش محتاج ده كله، ومش محتاج كمان الكيوب، انا محتاج الاوبجكت بتاعي. كده انت عرفت ده بيعمل ايه، السمبل ديفورم ده بيعمل ايه. فهروح من هنا انا نزلت واير فريم، هقول له اد، بعد كده اقول له سمبل ديفورم. لما نزلت السمبل ديفورم طبعا هو عمل ايه، عمل تويست في اتجاه الاكس، شايف عمل تويست في اتجاه الاكس عادي زي ما احنا كنا بنعمل، بس انا مش عايز كده، انا عايزه في اتجاه الزد، شايف اهو بالشكل ده. تمام كده بقى شكله كويس، بس يعني هخليه مثلا حاجه 30 درجه بالشكل ده كده. تمام كويس جدا. طيب بعد كده ممكن اعمل ايه، بعد كده هقفل ده خالص واضيف سمبل ديفورم تاني. فطبعا السمبل ديفورم التاني اللي انا هنزله هينزل ايه، هينزل برضو على التويست صح، هخليه على الزد، بس بعد كده هقول له عايزه تيبر. بص كده ده كده تيبر، هخلي الجزء اللي فوق ده قليل شويه، حاجه كده يعني لا تذكر بالشكل ده. تمام خلاص زي الفل. هات لي بقى الاوبجكت ده كده، هاتولي هنا كده ماشي اوكي حاجه كده. بس هو طبعا يعني التيبر زاد مننا شويه، بس يعني على حسب ما احنا محتاجين. دلوقتي انا عايز اعمل ايه، انا دلوقتي عايز اعمل عماره، عارف العماير اللي هي بتبقى ملفوفه كده شويه، انا عايز اعمل حاجه زي كده. فهروح على الاوبجكت ده شيفت دي وادوس سكيب عشان ينزل في نفس المكان. زرار الاي اس سي اللي هو فوق خالص فوق حرف الزال، ده اللي احنا بنستخدمه كتير عموما. تمام هشيل من عليه ايه، هشيل الواير فريم. بص كده نفس التفاصيل بس شلت الواير فريم. تمام كده خلاص مش فاضل لي بس ان انا اديله ايه، اديله شويه الماتيريال. خليني بس الاول عشان انا في حاجه يعني محتاج ان انا اعملها، هعلي بس الفوكال لينس ده شويه عشان يعني ما يدينيش ايه تفاصيل اكتر من كده، وارفع ده لفوق كده. خليني اروح على بلندر كيت، بس ممكن اقول له كنترول شيفت اس طبعا بقى. بعد كده اروح على مثلا حاجه زي كده، مثلا خليه مثلا هنا كده على طول بالاسم بتاعه، عشان بس لو عمل كراش ولا حاجه مني معايا ما يضايقنيش. بعد كده بقى انا ببقى اسمي الحاجات واشيلها. طيب هروح بقى مثلا من على الاتش دي ار اي، عايز سما بس تكون سما بس، فاهم الفكره، يعني تكون فيها سما بس لان ده بس اللي هيظهر، وعايز سما تكون كويسه، يعني اعتقد حاجه زي كده تكون كويسه، مش عايز البيوت اللي فيها تبان. عايز سما تكون باينه ان هي فيها تفاصيل فيها سحاب، مش عايز العماير دي تبان. اعتقد دي هتبقى كويسه بس يعني شتويه قوي
دي كمان بس ده مش هتبقى كويسه. ماشي خلينا مثلا في دي، خلينا في دي يعني نزلت كده خلاص. والله كتر الف خيرك. ماشي هروح من هنا ريندر، هبدا رندر. اوكي تمام. بعدين هروح من هنا اختار سايكل. تمام. خليني بس الاول اروح اقول له ايفي عشان انا عايز اعمل حاجه. هروح من هنا كده فيرتيكال بالشكل ده، واروح من على الشيدر اديتور واقول له اديني الورلد بعد اذنك. تمام. طبعا هنا بينزل لك المابنج دي اللي بتتحكم في الاتش دي ار اي بتاعتك. فخليني مثلا اقول له هنا اديني هنا لا مش ماتيريال بريفيو، انا عايز ريندر بالشكل ده. و خلينا ننزل كاميرا. رايح فين؟ خلينا ننزل كاميرا بالشكل ده، ومثلا رايت كليك هنا كده، او ليه لا عادي جدا ممكن اطلع من هنا كده. الكاميرا راحت فين؟ مثلا كده. بعد كده زيرو. بعد كده هنا اخش جوه الكاميرا بس عشان اتحرك بيها براحتي، بس اقول له ريندر بقى. اوكي ماشي. اقفل دي تاني عشان بس انا عايز اخش زوم شويه. افتحها تاني ان ابدا اتحرك. يعني مثلا لا انا عايزها مثلا حاجه بالشكل ده كده مثلا. ايوه كأن المشهد جاي من تحت حاجه كده. اعتقد هي كده مش هتبقى وحشه. انا مش عايز اللي ورا ده يبان، فاهم يعني؟ مش عايز اللي ورا ده يبان. تمام. طيب لو انا مثلا انا عايز الشوت من هنا، طبعا هي كده من تحت قوي، انا مثلا عايز الشوت من هنا عادي مفيش مشاكل. انت هتعمل كده وهتروح من على مابنج وتلعب في الروتيشن. يعني انا اعتقد مثلا لا خليني مثلا ماشي. هو على فكره هشتغل على الاثنين مع بعض. انا هشتغل على الاثنين مع بعض. يعني شويه كده وشويه كده، مثلا شويه اكس شويه واي، يعني مثلا حاجه زي كده. تمام. ممكن مثلا نلعب في السكيل شويه. اعتقد مثلا ممكن لو قلنا 2. طبعا عشان هنا اتش دي ار اي مش يعني مش دايناميك قوي زي الحاجات اللي احنا بنقدر نعملها. خلاص مش مشكله، مش هتظبط طبعا اخرها كده لان هي خلاص السما نفسها كبيره. اوكي هقول له هنا جوين اريا. خلاص اطلع بالشكل ده. هو ده ليه هنا ظاهر بالشكل ده كده؟ دخلت ايديت مود. معلش انا اسف. طيب كده انا خلاص خدت الشوت بتاعي مفيش مشاكل. خليني بس ادخل جوه الكاميرا، اعدادات الكاميرا، فيو بورت ديسبلاي. اعتقد لا سيف اريا. كنت عايز بس يعني اغمق الجزء ده شويه، بس مش فاكر كنت بجيبه منين والله. لا مش هنا خالص اعتقد. يعني هي كان المفروض انها من السيف اريا والله، بس انا مني مش بستخدمها كتير. خلاص مش مشكله عادي. هعمل حاجه زي كده مثلا. وتعالى بقى انا قفلت ليه؟ انا ما كانش ينفع ان انا اقفل، أنا لسه هظبط ماتيريالز. تعالى مثلا اروح على ده انهي واحد فيهم. ماشي ده الواير فريم. طبعا كويس ان احنا خدنا بالنا من حاجه زي كده. هقول له هنا اوتو سموث وهنا اوتو سموث. ده كده ماشي. ده اللي جوه ده. فهقوم جاي رايح من على، خلينا نبدا بده. اروح على الماتيريال نيو ماتيريال. مثلا والله مش محتاج الشيدر في حاجه والله، انا ممكن اشتغل من هنا وخلاص. اروح من هنا كده اخلي الماتيريال بتاعته لونها ابيض بالشكل ده. خليها ابيض زي ما هي مفيش مشاكل. اما ده بقى هخليها مثلا اسود. لا انا عكست كده صح. انا عكست. هيبقى هو ده هيبقى باللون الاسود مثلا بالشكل ده كده. تمام. مثلا حاجه كده. وعايز ارفع بقى هنا الميتاليك شويه. تمام. وعايز كمان ماشي خليه باللون الاسود.
وده ممكن برضو على فكره كنا المفروض ده يبقى ده ابيض بس اوكي. خلي ده كمان باللون الاسود، بس عايز اقلل الروفنس خالص بالشكل ده، او يعني تبقى حاجه بسيطه، حاجه كده، وارفع السبيكولر على الاخر. ممكن ارفع الميتاليك شويه، تبقى حاجه كده، ازود مثلا الروفنس شويه. تمام، واروح على ده ارجعه تاني ابيض، لان هو ده كان المفروض اصلا يبقى ابيض. انا عكست مرتين، يعني انا عملت الموضوع مرتين، بس طبعا ابيض يعني شكله سخيف قوي وتخين قوي، هو المفروض يبقى اقل من كده شويه. فانا ممكن اروح على الموديفاير واروح على ده التيبر. انا عايز الواير فريم، وممكن اخليه هنا بوينت واحد، اقول له بوينت واحد كفايه قوي. كده كويس. تمام، الاسود ده يعني اروح على ده كده مثلا، واقلل الميتاليك شويه بحيث ان هو ما كده مثلا. عملت كده مثلا، لا خليه هنا. بس عايز اقول لك حاجه، ان احنا ممكن نديله خلينا نروح على الار جي بي بس شويه، او بلاش ار جي بي، انا مش بعرف اشتغل من الار جي بي بصراحه. خلينا نروح على الازرق كده بس عشان اجيب درجه الازرق، بس اقلل بقى هيو هنا شويه كده بحيث ان يبقى عندي لون انا عارفه. تمام، خلينا نرفع ده كده عشان احنا شايفين احنا بنعمل ايه. ماشي، واقلل الساتوريشن شويه، واقلل كمان الفاليو شويه بحيث ان هو يبقى لون ازرق، بس يعني ايه، مش يعني خلي بالك ما تروح للاسود كل ما الريفليكشن ما يزيد، يعني دي معلومه برضو مهمه جدا. وخليني اقلل الروفنس شويه عشان الريفليكشن يظهر اكتر، يعني مثلا حاجه زي كده. تمام، وبس. على فكره لو غيرنا ال HDRI هيطلع الشكل احسن بكتير من اللي احنا عملناه ده، ولكن دي حاجه بقى بتبقى يعني ايه، يعني خاصه بيك انت. يعني انت لو عايز مثلا تعمل حاجه مثلا زي كده، بتبقى حاجه خاصه بيك انت. تمام، خليني مثلا انا كده خلاص انا خلصت بالكاميرا، فخليني مثلا اروح من على فكره احنا كل ده شغالين سايكل، انا نسيت. احنا كل ده شغالين سايكل، شغالين اي في، انا نسيت بصراحه. اعتقد ان الدنيا هتفرق جدا لو اشتغلنا سايكل. يعني ازاي انا ما راحت عليا حاجه زي كده. دينويزر طبعا، اعتقد يعني الدنيا هتظبط احسن. انا عمال اظبط ماتيريالز وعمال اظبط الريفليكشن، بس والله سايكل كان اي في كان عاطيني برضو نتائج كويسه. يعني اي في برضو ما كانش ايه، يعني ما كانش زعلان مننا ولا حاجه. يعني بص احنا لو رحنا على اي في، بص يعني الدنيا والله نفس النتيجه، بس انا ممكن اضيف سكرين سبيس ولا عملت اي حاجه. على فكره انا لو زودت البلوم دلوقتي هيديني هنا فوق. يعني بص كده البلوم ده، انا لو لما زودت البلوم هيديني فوق على طول، على طول يسمع فوق. ولو زودت اكتر هيخلي الجو فيه شبوره اكتر. يعني البلوم دايما هيدي لك حاجه زي كده، فبيكون كويس جدا لو انت عامل حاجه زي كده. مثلا خليني مثلا اعمل كده، خليني ادوس على الزرار ده عشان اشوف. والله مش وحش، كانك واخد الشوت من تحت. تمام، هقول له مثلا اف 12. اوكي، والله هنا نتيجه كويسه، بس طبعا عشان هنا بيبكسل لما انت بتبقى مصغرها. بقول له هنا 1200 1280 في 720 عشان تديني نفس الابعاد. بقول له برده اف 12. وعلى فكره ده ريندر اي في، يعني انا مستغرب بصراحه، ريندر اي في مش وحش خالص. يعني اي نعم احنا ما عملناش حاجه، يعني حاجه بسيطه، بس برضه في نفس الوضع يعني اداني نفس النتيجه بتاعت سايكل. ما لكن يمكن لو كان في مباني اكتر من كده او حواليها او حاجه زي كده كانت الدنيا تبقى احسن او تفرق. لكن اي في مش وحش، انا شايف ان هو مش وحش. حتى كمان تاثير الفوق ده برضو كويس. هي بس اللي مش عاجباني اتش دي ار اي عشان تفاصيلها كبيره قوي، يعني ما كنتش عايزها كده بصراحه. انا مش حابب كده، يعني احنا عملنا كل حاجه، بس انا حاسس ان اتش دي ار اي كان يعني ممكن تظبط عن كده. يعني عارف مثلا لو حاجه زي ده، اعتقد حاجه زي دي كده ممكن تظبط احسن، حاسس كده. بس طبعا هي مشكلتها انها بتاخد وقت والله، والوقت ده يعني ما بحبش المحاضره تبقى وقتها طويل. فخلينا ندور كده وهي ايه
على فكره دي هتبقى جامده جدا. يعني احنا لو خدنا دي كده ليل هتبقى جامده قوي بصراحه. بس خليها برضه. على فكره ممكن احط دي بوك مارك عادي. ممكن احط دي بوك مارك لان انا عجباني بصراحه. بوك مارك بتتسيف. لما تيجي تروح هنا بتروح على البوك ماركس بيجيب لك كل البوك ماركس. تمام. اوكي انا حطيتها. تمام. بس طبعا عشان احنا لفينا الماتيريال فاحنا محتاجين ان احنا نرجعها تاني. بروح على الورلد ولا ما لفيناهاش؟ اه لا هي ملفوقه يعني لفه. قول له زي صفر وصفر. دي محتاجه انها تلف بقى العكس. هي بص محتاجه انها ايه، تيجي واحده كده وواحده كده مثلا. بس طبعا يعني مش كده. اه يعني مثلا حاجه زي كده. بس طبعا انا كنت عايز يعني كنت عايزها بص يعني الزرع ده هو المشكله. فدي برضو مش هتنفع. خلينا نروح للي انا، لا ده بحر خالص ده برضو لا. عايز اقول لك ان اختيار ال HDRI اصلا صعب جدا على فكره والله. عشان كده في ادونز بتجيب لك تعمل لك HDRI على ايدك. يعني انت اللي بتعملها على ايدك. على فكره هي دي اللي احنا خدناها. يعني الوضع يعني بصراحه انا محبش كده خالص. اعتقد دي هتكون كويسه. اه دي مقفوله. اه كده خلاص بقى الباقي كله مقفول ولا ايه؟ اه دي اللي احنا خدناها ما عجبتناش. ممكن كده نخليها ليل. يعني لو عملنا كده دي هتبقى ليل بس مش هيبقى فيه طبعا ريفليكشن خالص. ودي مش حلوه. احنا عاملينها اصلا عشان الريفليكشن يبان. كل ده اكستيريور. كل ده اكستيريور حلو بس مش احسن حاجه. نجرب دي. هتبقى ليل قوي بس يعني ان شاء الله تطلع حلوه. هي دي كانت المفروض انها حلوه بصراحه بس معرفش ليه لما جربتها ما ظبطتش خالص يعني. بص شكلها عامل ازاي. طب تيجي نلفها مثلا نديها سيكت روتيشن كده. بص تعالى كده مثلا نديها سيكت روتيشن. يا سبحان الله. مش عارف انا يعني الانسان عارف لو يجرب بس كده ويتعب نفسه بس ويجرب كده شويه والله هيرتاح. يعني انا كده انا خلاص انا تمام. يعني انا كده تمام. انا مش محتاج بقى الداونلود ده. بس كده تمام جدا. بس هو ده اللي انا كنت محتاجه والله. اقول له كنترول اس اف 12. شكرا. هو ده اللي انا كنت محتاجه من السين. وعلى فكره ممكن انزل لتحت شويه بالكاميرا. عشان تبقى حاجه زي كده مثلا. اعمل كده مثلا. حلو قوي البلوم اللي ضارب هنا ده. طبعا الاتنين مع بعض. ماشي خليها كده مثلا. واخد كده مثلا شوية كده عشان بس انا بطلع دول من السين. اوكي كنترول اس واخد هنا ادوس اف 12. والله كويس كويس. بس هي برضه كانت عايز تطلع لفوق اكتر من كده. بص انا حاسس ان هي ما ينفعش انها تبقى كده يعني فاهم. ايوه كده كده يعتبر من اولها. اف 12 تمام. حلو يعني حاجه بسيطه. تمام. ادتني نتائج كويسه. يعني انا ما اشتغلتش يعتبر ما اشتغلناش. احنا عملنا بس حطينا 2 ديفورمر وعملنا يعني حاجه بسيطه كده. طبعا انت تقدر بقى تعدل في كل الحاجات ديت. تقدر تزود تقدر تعمل الشباك دوت تدي تكتشر هنا عشان تطلع واقعيه اكتر. تخلي مثلا هنا في فاريشن وهكذا يعني.
بس فانا حبيت ان انا اضيف لك اعمل لك الاثنين دول مع بعض واعملهم لك زي ايه، يعني زي ورك شوب كده، يعني حاجه كده ايه صغيره ولكن هي كويسه. طيب اتمنى تكون استفدت من الدرس، اتمنى اكون شرحته لك بشكل كويس. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.